المنتخب الفرنسي ويحذر من هذا الحكم. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطر فمكن بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد فوز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي ليضرب موعدا مع المنتخب الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل ليكتب المنتخب المغربي التاريخ بأحرف من ذهب. فقد صرح مدرب ليفربول يورجن كلوب وأدلى بتصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية وقال: ما فعله المنتخب المغربي في هذا المونديال إعجاز بمعنى الكلمة. فمن كان يتوقع أن المنتخب المغربي سيصبح طرفا في قبل نهائي كأس العالم، ولكن في وجهة نظري المنتخب المغربي هو أقوى منتخب حتى الآن في هذه البطولة، لأنه هو أقوى دفاع، فلم تتلقى شباكه سوى هدف واحد فقط في مباراة كندا. فمنتخبات أوروبا الكبرى لم تستطيع هز شباك المنتخب المغربي مثل المنتخب البلجيكي والأسباني والبرتغالي. وأعتقد أن المنتخب الفرنسي سيواجه منافسا شرسا وهو المنتخب المغربي، ومن الممكن جدا أن يصبح المنتخب المغربي طرفا في المباراة النهائية، وهو يستحق ذلك. ولكن أخشى على المنتخب المغربي هي المؤامرات التحكيمية التي من الممكن أن تصنع الفارق لصالح المنتخب الفرنسي، مثل ما حدث في مونديال روسيا أمام المنتخب الأسباني وأيضا أمام المنتخب البرتغالي. ولكن المنتخب المغربي سأرى لنفسه من تلك المنتخبات وأقصاهم من المونديال. وشاهدنا جميعا ماذا حدث للمنتخب المغربي في مونديال فرنسا عام 98 عندما تآمر عليه المنتخب البرازيلي مع المنتخب النرويجي ليقصى المنتخب المغربي الذي كان يمتلك جيلا من أفضل الأجيال في قارة إفريقيا. ولكن تحذيري لرئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع: لابد أن ينبه الفيفا من الحكم المكسيكي سيزار راموس الذي سيدير هذه المباراة، وعليه فقط ألا ينظر لتاريخ المنتخبات في كأس العالم ولا ألوان الفريقين، وعليه فقط أن يدير المباراة بكل عدالة. فإذا تركت العدالة للمنتخب المغربي فهو من سيفوز في هذه المباراة أمام المنتخب الفرنسي. وأتمنى فوز المنتخب المغربي في هذه المباراة. فهناك بعض اللاعبين الذين لفتوا انتباهي في المنتخب المغربي مثل اللاعب سفيان مرابط وحكيم زياش وأناحي والنصيري، فهؤلاء اللاعبين يستحقون التواجد بين أكبر أندية العالم. وأرجو من إدارة ليفربول التحرك من أجل التفاوض مع هؤلاء اللاعبين لأنهم سيصنعون الفارق مع ليفربول. وفي النهاية أريد من الجميع أن يدعوا معي للمنتخب المغربي. اللهم انصر المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي.